عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعملوا مع بعضنا كيك اقتصادية سهلة في ساعة تحضر لفطور الصباح. تابعوا معايا الفيديو وما تنسوش باش تشتركوا في القناة. أول حاجة عندي لهنا 3 كعبات عظم فقستهم في السحفة. باش نكمل نحط لهم 5 مغارف كبار من السكر، والسكر حسب الرغبة تنجموا تزيدوا أكثر تنجموا تنقصوا. باش نكمل توا نحط باكو سكر فاني ونخلط المكونات الكل مع بعضهم بالمضرب الكهربائي لين يطلع العظم بشوية ويتبدل اللون متاعو. كان مش متوفرة عندكم راهو تنجموا تستعملوا فوي عادي. توا باش نحط كعبة ياغورت ناتوريل، باش نعوضها بالحليب في عوض ما تحطوا حليب هكا حطوا كعبة ياغورت ناتوريل، خاطر من بعد باش نكه الكيك متاعنا بقشور البرقدين. لو كان مش متوفر عندكم قشور البرقدين راهو عادي تنجموا تستعملوا ياغورت مثلا بنكهة الفاني. نفس الكيلة متاع الياغورت باش نحط شطرها زيت نباتي ونكمل نخلط الكل شي مع بعضه. ونحط توا 3 كيلات متاع فارينة. الفارينة راني غربلتها قبل ما حطيتها. ديما وقت اللي تجيو باش تعملوا اي نوعية متاع حلويات الفارينة متاعكم لازمكم تغربلوها. واخر حاجة باش نحط الخميرة، وفي نفس الوقت معناها شعلت على الفور على 180 درجة من فوق ومن اللوطة. توا باش نخلط الفارينة بالقدا بالقدا، ما في المرحلة دي ما تقعدوش تخلطوا برشا. دوبا ما تتحل هكا قصوا على عملية التحريك باش من بعد تجيكم الكيك متاعكم خفيفة. واخر حاجة باش نحط مغرفة صغيرة معبية من قشور البرقدان، تزيد تعطيها بن على بن. خذيت توا المول متاعي باش نصب فيها الخليط، دهنتها بشوية زبدة وفارينة باش من بعد ما تلصقليش، وكما تشوفوا في القوام ماهوش عاقد وماهوش سائل. وهذا هي توا الكيكة متاعنا حضرت، جاتني خفيفة وطرية وما نحكي لكمش على ريحة البرقدين قديش زادتها بن على بن. ان شاء الله يا رب نكون قدمت لكم اضافة، ونتقابلوا في وصفة جديدة وفي فيديو جديد. وتوا ما نجم نقولكم كان بسلامة.